وفاة أكبر طالبة في العالم بالابتدائية عن عمر 99 عاما، ولماذا بكت الملكة رانيا عليها؟ وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: إن لله وإنا إليه راجعون، أرجو منكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. السلام عليكم وأهلا بكم وفيديو جديد. لو أول مرة بتشوفني ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل، وزي ما عودتكم وعودتونا بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا نبدأ الكلام. غيب الموت سيدة حصلت على لقب أكبر طالبة في العالم عن عمر يناهز 99 عاما بعد مسيرة طويلة ملهمة قطعتها سيدة كينية جعلتها أكبر طالبة في مدرسة ابتدائية في العالم. كما قالت الإذاعة البريطانية، أكد حفيد السيدة برسيلا سيتني تفاصيل وفاتها إذ عانت مضاعفات صحية خلال وجودها في منزلها في كينيا بعد انتهاء يومها الدراسي الأربعاء الماضي. ويأتي وفاتها المفاجئ بينما كانت تستعد لأداء اختبارات نهاية العام الأسبوع المقبل. أما المميز في مسيرتها طموحها إنها كانت ملهمة لصناع الأفلام والإنتاج فيلم يحكي قصتها، بالإضافة إلى تكريمها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. وقالت خلال تكريمها إنها أرادت الانضمام إلى الفتيات للتعلم والدراسة. كما طلبت أيضا مقابلة ملكة الأردن الملكة رانيا العبد الله، وكانت تتمنى اللقاء بها مرة واحدة. أما عن حياتها فنشأت برسيليا في كينيا خلال وقت الاحتلال البريطاني، كما كانت شاهدة على العديد من الأحداث التي غيرت مصير كينيا، إذ عاصرت مرحلة الكفاح للحصول على الاستقلال. كما وصل طموحها إلى رغبتها في ضرب مثال يحتذي به للفتيات حول العالم وليس كينيا فقط. وعلى حد وصفها فإن خطواتها لاستكمال الدراسة في سن مبكر كانت لكل فتاة لا تذهب للمدرسة، وكانت دائما تمزح بشأن العربات وتقول لهم: ما الفرق بينكم وبين الدجاج. وكانت قصتها ملهمة للسينما الفرنسية، كما تم إنتاج فيلم فرنسي بعنوان جوجو عن سيرتها الذاتية، وكان سبب في تكريمها ولقاء السيدة الأولى بريجيت ماكرون. ولحد هنا بتكون اهم تفاصيل حلقة النهاردة. ياريت لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك واشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد.